السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي في تمام الصحة والعافية. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ووصفة النهار اليوم غادي نشارك معكم ان شاء الله التورتات بالفريز بالعجينة ديال الصابلي، كتجي ناجحة ولذيذة بزاف، مكونات متوفرة في كل مطبخ، سهله ومهله وسريعه التحضير. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وهذا الفيديو راه تتم الفيديو اللي درت لكم من قبل، راه درت لكم فيديو ديال التورته كبيره ديال الفريز بحال هذه بعدا، غير هي كبيره وهادو درت لهم صغار يعني فرديين، يجيو هائلين ورائعين جدا ما شاء الله. واللي ما شافش مازال الفيديو اللي قبل راه حطيته يرجع للقناه ديالي يتفرج في الفيديو. راه هذه هي التورته اللي حطيت لكم من قبل. وهاد التتمه ديال الفيديو نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو، يعجبكم هاد الطرقات وتجربوهم ان شاء الله. وخليكم معايا مع الفيديو حتى الاخر. بسم الله على بركه الله، نبداو الطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله، غادي نبداو ديريكت في المقادير والطريقه. هنايا عندي 200 غرام ديال الزبده، غادي نخلطها مع 5 المعالق كبار ديال السكر مطحون، غادي نخلطهم مزيان حتى يوليو بحال الكريمه. نضيف على المكونات 2 ديال البيضات وغادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا. نزيد قبصه ديال الملحه ونزيد معلقه صغيره ديال الفانيلا سائله ونضيف عليهم 3 المعالق كبار ديال دقيق النشا اولا المايزينا، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. نضيف الدقيق شويه بشويه، الدقيق عندي راه منخول، وغادي نضيفه تدريجيا وكنجمع العجينه. العجينه ديال الصبلي راها معروفه كتجي لينه، غادي نستمر هكذا كنضيف الدقيق شويه بشويه وكنجمع العجينه ونرجع لكم. كيف ما كتشوفوا العجينه ديالنا كتكون لينه ما شاء الله. وهاد العجينه راه غادي نقسمها على جوج. فايت ليا درت لكم فيديو واحد على التورته الكبيره، راه درت منها تورته كبيره ودرت منها هاد لي طارت الصغار. هنايا وجدت دوك المولات اللي ديال لي طارت الصغار. غادي نسرح العجينه ديالي ما بين ورق الزبده كيف ما كتشوفوا. هنايا تقدروا تسرحوها ما بين ورق الزبده اولا ما بين بلاستيك غذائي. غادي نستمر هكذا كنسرحها بالدلاك حتى يولي لي السمك ديالها رقيق، ما رقيقش بزاف شويه. من بعد ما سرحت العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا كيكون السمك ديالها رقيق. هنايا كنوزع هاد لي مول اللي كيكونوا صغار، غادي ندهنهم شويه ديال الزبده غير شي شويه، وكنهز العجينه ديالي كنديرها من الفوق هاد المولات. كيف ما كتشوفوا راه طريقه سهله جدا وواضحه في الفيديو. كيف ما كتشوفوا كندخل العجينه ديالي في الوسط ديال المول الصغار. هنايا دابا غادي نهز الدلاك وغادي نديرو من الفوق، غادي نديه ونجيبو باش يقطع ليا العجينه. ودابا غادي نحيدهم. كيف ما كتشوفوا راه الطريقه سهله مهله وواضحه. كنوريك على العجينه ديالي اللي في المول باش تاخذ داك الشكل ديالها. هنايا غادي نستمر على هاد الطريقه، كنحيد دابا المولات كاملين باش نحي دوك الجوانب. وهاد المولات اللي كيكونوا هكذا ما وصلش ليهم العجينه كنهز غير العجينه كيف ما كتشوفوا كنديرها من الجانب اللي ما وصلش ليهم العجينه. كنستمر على هاد الطريقه حتى نساليهم كاملين.
وهاد الاطراف اللي بقاو ليا راه غادي نسرحهم عاوتاني وغادي نشكلهم. هنايا غادي نشكل العجينه ديالي كامله في هاد ليمول باش ياخدوا داك الشكل ديال المولات، وكنتقبهم بالفرشيطه من التحت ومن الجوانب. دابا غادي ندخلهم للمجمد لمده ديال نص ساعه ونخرجهم. ودابا غادي ندخل العجينه ديالنا للفران على نار مهيله من الفوق ومن التحت حتى يطيبوا ونرجع لكم. اما الكريمه راها سهله جدا. الكريمه ديال الباتيسير درت لتر ديال الحليب، درت عليها 4 المعالق كبار ديال السكر و5 المعالق كبار ديال البودره ديال الكريم باتيسير، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال فانيلا سائله. غادي نديرهم على نار مهيله نحركهم مزيان حتى يغلي هذا الخليط ويعاود ويعقد ونرجع لكم. كريم باتيسير ديالنا من بعد ما وجدت كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نغطيها بلاستيك غذائي، غادي نخليها جانبا حتى تبرد مزيان. وما شاء الله التورته الصغار ديال الصابلي كيف ما كتشوفوا راهم واجدين وخداو اللون الذهبي وما نزلوش كاع كيف ما كتشوفوا. ما شاء الله كيجيو رائعين. غادي نحيدهم كاملين من دوك ليمول ونرجع لكم. هنايا من بعد ما حيدتهم من دوك ليمول كاملين كيف ما كتشوفوا راه عندي 14 حبه. دابا غادي ندير ليهم الكريم باتيسير وغادي نزينهم معكم. الكريم باتيسير ديالي من بعد ما بردت كيف ما كتشوفوا دابا غادي نديرها في هذا الجيب الحلواني. اللي ما متوفرش عندها تقدر دير غير بلاستيك غذائي. ودابا كنعمر الكريم باتيسير ديالي كيف ما كتشوفوا في هاد التورتات الصغار. غادي ديروا الشكل اللي عجبكم. هنايا انا درت هكذا وريضات وحده وكندير هكذا على شكل حلزوني. غادي نستمر هكذا حتى نعمر التورتات ديالي كاملين ونرجع لكم. وهنايا قطعت الفريز كيف ما كتشوفوا كنزين التورتات ديالي. هنايا نتوما التزيين تفنوا كيف ما بغيتو، ديروا اللي بغيتو، وتقدروا ديروا الفريز والكيوي والبنان والخوخ اللي متوفر عندكم واللي بغيتو. انا اختاريت ندير غير الفريز بوحدو. والتزيين اللي درتو للتورتات راه كل وحده زينتها بشكل مختلف. نتوما كيف ما قلت لكم تقدروا تزينوا كيف ما بغيتو، انا كنعطيكم غير افكار وانتوما ديروا الشكل المناسب اللي بغيتو اللي كيعجبكم. غادي نستمر هكذا كنزين التورتات ديالي حتى نكملهم كاملين ونرجع لكم. من بعد ما غادي نكمل تزيين التورتات ديالي غادي ندخلهم للثلاجه حتى يبردوا ونرجع لكم نوري لكم الشكل النهائي ديالهم. وما شاء الله اللهم بارك كيف ما كتشوفوا التورتات ديالنا كيفاش كيجيو رائعين جدا وفرديين هكذا كيجيو غزالين وحلوين ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم لحبابكم وعائلتكم ولولادكم. وكيف ما شفتوا معايا راه ما كياخذوش بزاف ديال الوقت ولا المجهود، ساهلين مهلين ودغيا كيوجدوا يعني سريعين التحضير. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم. والعجينه ديال الصبلي راها ناجحه 100% وما كتنزلش وكيجيو لذاذ بزاف وكيخرجوا كيف ما شفتوا معايا راه كميه وفيره. كيخرجوا هاد التورته الصغار والتورته الكبيره وبمكونات متوفره في كل مطبخ، ما كتحتاج بزاف ديال المكونات. ونتمنى ان شاء الله تجربوهم حتى نتوما وينالوا الاعجاب ديالكم وينالوا الاعجاب ديال حبابكم وصحابكم وولادكم. ونخليكم دابا الى هنا كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنسونيش بلي لايك ديالكم لتشجيع فقط وكومونتير زوينين ديالكم كتفرحوني بهم. وفي الاخر حطيت لكم كيفاش كتجي العجينه ديال الصابلي من الوسط، كتجي ما شاء الله فتيه ومقرمشه. ونخليكم دابا كيف ما قلت لكم مع فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله وحفظه.